ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة بقى وصفة جميلة، وهي خلية النحل بالجبنة. طالعة هشة وجميلة وفلافي ولذيذة جدا. اتعشينا منها، وكمان ممكن تنفع للفطار وتنفع للولاد في المدرسة في اللانش بوكس او احنا رايحين الشغل. يلا نبتدي مع بعض. بس قبل ما نبتدي متنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عندي المقادير: معلقة ونص من السكر، معلقة ونص من الخميرة الفورية، نص كوباية من اللبن تكون سخنة شوية، يعني حوالي درجة حرارة 40. هقلبهم كويس، بعدين هغطيها لغاية ما اتأكد من سلامة الخميرة عندي. مهمة جدا في المعجنات ان احنا نتأكد من سلامة الخميرة. عندي هنا 700 جرام من الدقيق، حوالي 5 اكواب، ومعلقة ونص كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم كويس. هضيف بقى بعد كده عندي الخميرة اللي اتأكدنا انها بقت حلوة، شايفينها كده عاملة فوم كده، يبقى كده عندنا الخميرة بتاعتنا حلوة. لو ما عملتش فوم تبقى الخميرة مش حلوة وممكن تبوظ العجين كله. بعد كده هضيف بيضة وهقلبها برضو جوه العجين. هضيف بعد كده بقى عندي الزبدة وزيت، يعني معلقتين من الزبدة ومعلقتين من الزيت. هعجن بقى بالشرش اللي احنا عملنا قبل كده منه الجبنة القريش، وهسيب لكم في صندوق الوصف لينك الفيديو بتاع الجبنة القريش، وقلت لكم قبل كده ان احنا هنعمل بيه معجنات. بتخلي العجين حلو قوي، كأننا عجنين كل العجين باللبن. ابتدي اعجن بقى كويس عندي لغاية ما تلم عندي كده العجينة، واعجن لمدة 8 دقايق كده لما الاقي العجينة عندي طرية وفي نفس الوقت بتلزق شوية كده، بس في الايد اللي ما فيهاش عجين ما تكونش بتلزق زي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده بقى بدهن زيت من تحتيها او سمنة او زبدة، ومن فوقيها برضو عشان ما تلزقش عندي في الاسترتش، واسيبها تخمر لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة بقى عندي، بصوا بقى الخميرة العجينة بقت خمرت وبقت جميلة ازاي، حلوة جدا. وكده العجينة عندي اتأكدت انها كويسة والخميرة كويسة. هبتدي بقى اقطع عندي القطع هنا حوالي كده قد اليوسفندية صغننة كده، او بالميزان لو انا عندي ميزان بوزن 50 جرام، 50 جرام القطعة بالتقريب كده. لو احنا مش عندنا الميزان يبقى يوسفندية صغننة كده زي ما انتوا شايفينها على ايديا وحجمها. انا بالميزان طلعت يعني ممكن 49، ممكن تبقى 50 في المتوسط كده، يعني الجرام مش هيفرق حاجة. عندي قطعتهم طلعوا معايا 26 قطعة حلوين، يعني عملوا كمية حلوة. هبتدي بقى اجيب عندي الصينية وادهنها بزيت او زبدة وقطع من الجبنة كده، وابتدي احشيها. هبتدي ارص، هسيب فراغ حاجة بسيطة عشان احنا عايزينها برضو تلزق كده في بعض علشان تبقى عاملة زي الخلية. يعني شايفين الفراغ اللي ما بين كل واحدة. هسيبها بقى تخمر شوية برضو بتاع نص ساعة. قبل ما بدخلها الفرن ببتدي ادهن الوش، بجيب صفار من البيضة ومعلقتين من اللبن، وببتدي اضربهم، وبحط كمان معلقة خل صغيرة علشان الزفارة ما تعملش زفارة. وبعدين هبتدي ادهن بقى عندي هنا الوش. انا حطيت معلقة خل. نسيت اقول لكم ان احنا بنحط كمان في العجين معلقة ونص من الخل، ده يعتبر محسن حلو للعجين. عندي هنا خمر وبدأ يلزق كده في بعض، ولما يدخل الفرن كمان هيلزق اكتر في بعض، فهيبقى عامل زي الخلية بتاعة النحل. وببتدي ادهن بقى الوش، بحطها في الفرن بقى على درجة حرارة 220 لغاية ما تستوي عندي، وهي بتحمر لوحدها من غير ما احط لها ما اشغل الشواية ولا اي حاجة. لو عندي الفرن حلو بيحمر لوحده. ممكن بقى اول ما تطلع بدهنها بحاجة بسيطة من الزبدة عشان تدي الوش اللي بيلمع ده.
عندي طلعة جميلة جدا وهشة ولذيذة، ومش هتستغنوا عنه جدا، يعني الولاد هيحبوه قوي. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.